أول تعليق من نادي الزمالك على قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة الزمالك الأولى. أكد مصدر من داخل نادي الزمالك على رفض فكرة رحيل أي لاعب من لاعبي الفريق الأول بالمجان حتى في حالة عدم الحاجة الفنية إليه. عدد من اللاعبين وعلى رأسهم البنيني سامسون إيكينولا بالإضافة إلى عبد الله جمعة ومحمود شمانة تم الاستقرار على رحيلهم بنهاية الموسم المنتهي، كون الزمالك ليس في حاجة إلى خدماتهم الفنية. ومع هذا تم الاستقرار على قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة الفريق الأولى حتى لا يرحل أي لاعب مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشدد المصدر أن الزمالك في حاجة إلى أموال كثيرة لسد غرامات الاتحاد الدولي ومستحقات اتحاد الكرة المصري، وبالتالي لا يمكن السماح لرحيل أي لاعب بالمجان. ولهذا قرر مجلس الإدارة قيد جميع اللاعبين من أجل تسويقهم والاستفادة منهم في إبرام عدد من الصفقات التبادلية على المستوى المحلي.